بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في إطار الزيارات الميدانية، الهدف منها هو تقييم بعض العمليات الاستثمارية، وأهم محور فيها هي جولة واستطلاعية نستهدف من خلالها حصر اهتمامات الإخوة المواطنين. كنا على مستوى اليوم بلدية المنصورة بكل قرى ومركز المدينة، وكذلك على مستوى بلدية المنهير، وين كانت عندنا لقاءات خاصة جوارية مع الإخوة المواطنين حتى نحصر أهم الاهتمامات نتاعهم لنتمكن من برمجة عمليات تنموية انطلاقا من الواقع المعاش، وكذلك في إطار الممارسة التشاركية. فيما يخص التقييم الأولي، أنه هناك هياكل يعني لا بأس بها موجودة على مستوى الدائرة. أهم هياكل لاحظناه هو المؤسسة الاستشفائية اللي تدعمت بتجهيزات جديدة، وكذلك لاحظنا بعض النقاط السوداء فيما يخص الواد اللي يقطع مدينة المنصورة واللي يتطلب بعض العمليات المستعجلة، وخدينا قرار باش نعطيو للبلدية عملية تمويلية استعجالية لإزالة هذه النقاط السوداء، وكذلك تجهيز بعض دار الشباب على مستوى قرية مغابة على ما أظن ببلدية المنصورة. على مستوى كذلك أهم مكسب شفناه، كذلك وقفنا على محطات الضخ نتاع المشروع الضخم نتاع تموين منطقة المنصورة بصفة عامة من مياه صالحة للشرب، وهو مشروع جديد اللي يمكن الدائرة باش تكون عندها إريحية فيما يخص توزيع مياه صالحة للشرب. كما وقفنا على بعض الانشغالات المرتبطة بالمياه، أغلبها هي تمديدات للشبكة وإعادة تأهيل للشبكة. نفس الشيء بالنسبة للطاقة، وين تلقينا بعض الاهتمامات من الإخوان المواطنين فيما يخص تمديدات الشبكة نتاع الكهرباء والغاز، وفي هذا الصدد أعطينا تعليمات باش هناك عمليات في إطار الغاز والكهرباء لابد أن تنتهي يوم 11 ديسمبر. نفس الوصف كذلك ينطبق على بعض العمليات المرتبطة بالتربية والتعليم. التربية والتعليم كذلك لاحظنا بعض النقائص في بعض الثانويات والمتوسطات، سوف نعمل على يعني حلحالتها حسب الإمكانيات المتاحة. سيد الوالي قبل ما تغادر، يعني كانت لقاءات مع المجتمع المدني مع مواطنين تاع المنطقة، يعني اللقاءات هذه تتساهم في إطار التنمية وترفع بعض الانشغالات. هي اللقاءات هذه فضلنا باش تكون مباشرة سواء مع جمعيات أو مواطنين عاديين. أهم الانشغالات تاعهم هما يهتموا بالتنمية الجوارية، تتطلب مطالب تنموية جوارية ما تتطلبش يعني تجنيد إمكانيات ضخمة، أغلبها تمديدات شبكة الغاز والكهرباء، أغلبها تمديدات المياه الصالحة للشرب وبعض قنوات الصرف الصحي، وكذلك بعض الاهتمامات المرتبطة بالنشاط الرياضي والثقافي. هذه تعطينا فكرة أولا حول ما هي الاهتمامات الكبرى للولاية الناتجة لنا في إقليم الولاية، وثانيا تمكننا باش نوجهوا في المستقبل التنمية المحلية حسب هذه الاهتمامات. الشيء اللي لاحظته أن هناك وعي إيجابي جدا لدى المواطنين والمواطنات اللي في المستقبل شركاء لنا فيما يخص التنمية المحلية.